ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بعد طبعا رمضان والعيد احنا كنا كلنا مبسوطين، اطفال وكبار. بس ان شاء الله تكون ايامنا كلها سعادة يا رب وهنا و... وخلاص يبقى كل يوم عيد بقى، مش بس مرتين بس في السنة. انا دايما بقول هو اشمعنى عيدين بس؟ ليه عيدين بس؟ المفروض يبقى اكتر من عيد. المهم كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب، وكل يوم يبقى عيد وكل يوم يبقى فرح وسعادة لكل العالم، بصراحة لكل الوطن العربي والعالم كله. هنا بقى جيت كنت قبل العيد قلت ايه اعمل لهم حاجه حلوه، اللي هو البسكوت ده. بما اني انا ما نزلتلكمش حاجه بقالي فتره، ده لاني كانت عندي بنتي تعبانه وكده، فقلت خلاص هنزل لكم اللي انا عملته يعني. الفيديوهات كلها هنزلها لكم الايام الجايه ان شاء الله كل يوم باذن الله. بصوا بقى، البسكوت ده اولادي بيحبوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هو اصلا ما كملش يوم، والله ما كمل يوم. مع اني اصلا الشربات تقلت مني، المفروض الشربات تكون خفيفه بس تقلت مني، او تكون متوسطه على الاقل، لكن هي تقلت خالص مني. ومع ذلك رحت قلت لا، يعني السكر غالي بصراحه، فخلاص لا مش هعمل. يعني ممكن كنت اشوف لو في حاجه بتخففه يعني قبل كده كان فيش عندي شربات تقيل فخففته وعملت شربات خفيف، وحطيت الشربات الخفيف على التقيل. بس مش فاكرة كانت النتيجة ايه، يعني مش فاكرة هل نفع الموضوع ولا لا. فقلت لا، انا مش هجازف دلوقتي، السكر ده ما يتجازفش بيه. ولا المفروض نجرب اصلا. فبصراحة يعني كملت عادي في الوصفة. السكر ده بقى هو البسكوت ده قصدي، ده تركي. بس من ساعة ما عملته بصراحة، هو اولادي بيحبوه جدا. هو بيشبه البيدفور شوية على فكرة، بس الفرق ان احنا بنحط زبدة وبنحط زيت، وبنحط بعد كده سكر بودرة، وبنحط كمان فانيليا، وبنحط بيضتين او 3 بيضات، على حسب الكمية اللي انت عايزاها. يعني انت لو هتعملي بيضتين مثلا، هتحطي مثلا 100 جرام زبدة وربع كوباية زيت، وهتحطي كوباية سكر بودرة، او قللي طبعا السكر ده على حسب انتي بتحبيه ازاي. بس انا بحب اقلل عشان الشربات، فاهمين؟ فبحاول اقلل يعني من السكر. وبعد كده بحط فانيليا، وبحط برضو معلقة بيكنج باودر، وبحط برضو معلقتين نشا. عايزة لو انتي عايزة يعني تلغي النشا مش مشكلة، او تستغني عن النشا مش مشكلة. وبضربهم كلهم في بعض كده، وبعدين بحط الدقيق. بصوا، الدقيق بيبقى من كوبايتين، يعني الكوبايتين وربع على حسب ما العجينه هتلاقيها بتتلم معاكي وجميله وحلوه كده. انا هوريكم القوام في الاخر هيبقى عامل ازاي. طبعا انا من كتر ما انا بعملها للاسف فمش فاكره المقادير ازاي، فبعمل كده يعني، فاهمين؟ خلاص عارفه القوام اللي انا المفروض اعمله، فسبحان الله يعني مش عارفه ازاي بعملها كده وبتطلع معايا. اهم حاجه تكون الفرن سخنه، عشان اي بسكوت يعني بيحب الفرن سخنه. بس خلي بالكو ان البسكوت ده هيتفتح معاكو يعني. احنا عندنا البسكوت بيبقى المفروض ان هو مقفول، ولو اتفتح معانا يبقى كده باظ. لا، هي الوصفه دي البسكوت هيتشقق معاكي، تمام؟ فعايز يعني هيتشقق، بالعكس ده هو كده الوصفه نجحت معاكي. انا الوصفه دي على فكره كل ما حد يدوقها مني ياخد الطريقه. يعني اول ما حد بيدوق البسكوت ده من عندي بياخد الطريقه، من كتر ما هي اولا سهله، ثانيا جميله جدا جدا. انا متاسفه طبعا على الصوت اللي بره، الاطفال بيلعبوا كلهم بره الشقه عندنا جيراننا وكده. واطفالي معاهم، بنتي بس معاهم. فبصوا، يعني كل اللي بيدوقها بيقولي الله دي جميلة زي عملتيها. بعد كده بيعملها بقى وبيلاقيها سهلة. انتي عامة اي حاجة هتعمليها، او اي حاجة هتاخدي كل شوية تعمليها او تاخدي عليها وكده، هتلاقي نفسك ان انتي بتعمليها سهل قوي. مش شايلة هم انك تعمليها. زي الخبيز مثلا، الناس اللي متعودة تخبز على طول عادي بتخبز على طول، سواء كان عايش سواء يعني. انا اعرف ان المغاربة معظمهم بيخبزوا كل يوم الصبح، كل يوم الصبح بيخبزوا عايش. يعني معظمهم. فدي حاجة حلوة جدا يعني. تخيلوا انتوا كل يوم تخبزوا، بس بيخبزوا مثلا ايه، يعملوا رغيف شمسي، رغيف كبير شمسي، او كام رغيف كده مصري على حسب قد اليوم.
طبعا دي فريزر مخليش. احنا عندنا هنا في الصعيد بنخبز مثلا كل اسبوع، كل 15 يوم، برضو اللي متعود غير اللي مش متعود، فاهمين؟ فانتي برضو لو انتي اتعودتي على ان انتي تعملي بسكوت، البسكوت ده هيبقى سهل معاكي جدا جدا، وهتعرفي تعمليه بسهولة جدا، ومش هيبقى فيه مقادير اصلا بتتبعيها، انتي بتتبعي الحدس بتاعك بس يعني الشعور بتاعك ان انتي خلاص وصلتي للقوام المناسب وكده. هنا بقى بصوا كنت خلصت. طبعا انا عملت كمية كبيرة لان كانت 4 بيضات، او مش عارفة 6، عشان كده انا بقول لكم كنت على بيضتين، يعني الكمية اللي انا قلتها لكم دي كانت بيضتين بس يعني. كنت حابة كده اكلمكم في موضوع، يعني بصوا صاحبتي كلمتني عنه كده. فكانت بتقول ان هي حصلت معاها مشكلة والمشكلة دي ان هي ما بقتش عارفة تتعامل مع الناس. يعني بتقولي انا كل ما كل ما باجي اتعامل مع حد بلاقيه يا اما مثلا بيحول الموضوع، بيقلبه ضدها، يا اما مثلا تفضل هي تدافع عن نفسها، تفضل هي تقول انا صح، تفضل هي تقول مثلا لا انا ما اقصدش كده، تفضل دايما في موضع دفاع عن النفس، فاهمين؟ فكانت بتقولي انا متضايقه قوي يعني من الموضوع ده. فانا كنت حابه بس اقول عشان هو الموضوع ده يعني يخص الجميع بصراحه. انا طبعا زيكم طبعا اكيد بتحصل مشاكل كتيره قوي 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 يعني. بس كلنا بنتعلم يعني، ومن كل تجربه الواحد بيتعلم يعني. مهما كانت التجربه دايما اسألي نفسك انا التجربة دي ليه، وانا اتعلمت منها ايه. ويا ريت يا ريت تكتبي اللي اتعلمتيه في ورقة عشان تفضلي فاكراه يعني. لان احنا في معظمنا، يعني انا من ضمنهم، ان انا عندي ما بحبش اذي حد، ما بحبش مثلا يعني خلاص لو انتي مثلا اذيتيني وجيتي كلمتيني ما اقدرش اقولك لا ما تكلمينيش، بس ده طلع غلط. يعني لازم تعملي حد، لازم تبيني للي قدامك انه لا انت عملت غلط فيا، وانا مش يعني ما اسمحلكش انك تعمل فيا غلط. بلاش يكون بأذى، يعني ما تأذيهوش، ولكن عرفيه على الأقل. بما يعني انك تمنعي ان انتي تتكلمي معاه زي الاول، او تمنعي ان انتي تبقي كل كده اهتمام بتهتمي بيه، او ان انتي بتقعدي معاه، او ان انتي بتسألي عليه زي الاول. انا بقول لكم عامه يعني. دي اول حاجه، بس هي اهم حاجه انك ما تحاوليش تخلي حد يحطك في موضع الدفاع عن النفس. يعني ليه انا احطك واقولك انتي كذا وانتي كذا؟ مين انا يعني؟ مهما كان اللي بيسألك، ليه هو يحطك في الموقف ده؟ ليه يخليكي انتي عايزة دايما تدافعي عن نفسك، ودايما حطك اللي هو لا انتي غلطانة، وتفضلي انتي تقولي لا والله انا ما اقصدش كذا. الناس دي يعني بتأذيكي اكتر ما هي ب... بتخليكي مبسوطة. ودايما اختاروا الناس اللي بتخليكم مبسوطين. يعني الناس اللي هي بتأذيكم خلاص، انتي بتأذيني يعني، واحدة بتأذيني اقعد معاها ليه؟ اتكلم معاها ليه؟ طب لو انا مضطرة ان انا اقعد معاها خلاص، اعمل حدود. طب لو انا مضطرة ان انا اتكلم معاها اوكي ماشي، بس لازم تقفلها. يعني ما ينفعش ان انا اسيبها تتكلم معايا باسلوب وحش، لاني مش هتبطل، فهتفضل تضايقك على طول، فهتفضل الدوامة يعني دايما على طول. طيب ليه تأذي نفسك في حين ان انت تقدري يعني فيكي لسان تقدري تردي، تقدري تدافع عن نفسك. على فكرة يا جماعة، الناس اللي هي فاهمة الادب او الاصول او الحاجة دي، ان انت تقعدي ساكتة وما تدافعيش عن نفسك او تدافع عن حقوقك. هي انتوا يعني اقل حاجة ان الواحد ممكن يحترم التاني. انت ما بتطلبيش مثلا حاجة اكتر من كده، بس المفروض ان الواحد يحترمك. دي حاجة مش قليلة انت بتطلبي، قصدي حاجة مش كبيرة، انت مش بتطلبي حاجة كبيرة، انت بتطلبي حاجة قليلة قوي، وهو ان اللي قدامك يحترمك بس. انا اتكلمت كنت قبل كده معاكم في فيديو عن التقدير، وقلت لكم اني
هنا طبعا انا كنت في خلاص اخر الليل يعني، بس ايه قلت اعمل الاوضه. شايفين طبعا منظر الاوضه عامل ازاي، ما شاء الله يعني. بس فهنعملها مع بعض، وكمان هغير السجاده و... وهفرش السجاده جديده، بس للاسف ما صورتهاش يعني. هتشوفوها بعدين في الفيديو التاني ان شاء الله باذن الله. المهم، فانا اتكلمت معاكم قبل كده عن التقدير. التقدير زي ما قلت لكم قبل كده، ان انت تقدري نفسك عشان اللي حواليك يقدرك. لو انت ما قدرتيش نفسك محدش هيقدرك. انا طبعا ما اتعلمتش الحاجه دي من يوم وليله، وما اتعلمتهاش من تجربه واحده على فكره، اتعلمتها من تجارب كتيره جدا، ولسه بتعلم يعني. احنا كلنا طول ما احنا عايشين هنتعلم، واصلا هي الحياه دي تعلم يعني. انت عايشه عشان تتعلمي من انت وصغيره، من اول ما بتبتدي تمشي فبتقعي، فبتقومي تاني تقفي عشان تمشي. كله تعليم من اول ما بتبتدي، بس حتى تشربي المية او ترضعي او كده. ف كلنا من اول ما بنتولد بنتعلم، وهنفضل نتعلم لغاية اخر يوم. ف يعني الحياة تجارب مش اكتر يعني. بس انا اللي اتعلمته اني لو قدرت نفسي الناس هتقدرني، لو انا ما عملتش تقدير لنفسي الناس مش هتعمل تقدير ليا، لاني انا اللي اولى ان انا اقدر نفسي ما قدرتهاش. الدفاع عن النفس، لا انا يعني الناس اللي هي بتحاول ان انا ادافع عن نفسي وافضل اقول لا ومش انا، وارد بقى عليها وهي ترد عليا، او هو يرد عليا وانا ارد عليه. انا اتعلمت ان الناس دي انا ابعد عنها خالص بصراحة. هتقولولي لا ده في ده حرام، واللي يخاصم حد 3 ايام. اه اوكي ماشي، بس لما الحد ده ما يكونش بيأذيه. لكن طول ما هو بيأذي فهو اصلا بيعمل حاجة حرام. فانا لو انا سمحت له ان انا اكلمه ويأذيني، فانا كده بظلم نفسي، يعني انا كده بأذي نفسي. يعني ده اكتر من الخصام. هو الخصام مش بمعنى ان انتي تخاصمي او يعني تخلي اللي قدامك ده عدوك، لا انا ما بقولكوش يبقى عدوكم. على الاقل على الاقل صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، على الاقل يعني. في برضو من الحاجات يعني اللي انا لسه بتعلمها، ان انا اضبط اعصابي. يعني لما اجي اتعصب انا يعني بيصعب عليا من الناس اللي انا بيصعب عليا قوي لما بكتشف حقيقة اللي قدامي. يعني لما بلاقي فجأة واحد او واحدة المفروض ان انا شايفاها ما بتكدبش وبتكدب، المفروض ان انا شايفاها مثلا آم، فهمتني غلط وعايزة تخليني انا اللي منظري وحش، وهي منظرها واو يعني، وهي الملاك اللي نازل من السما بس فاضل جناحات وتبقى ملاك. يعني بصوا بتغاظ جدا. فمن كتر غيظي الناس المستفزة دي بتخليني اتعصب، وانا انسانة على طبيعتي. يعني اللي جوايا بقوله، واللي جوايا ما بخلوهوش. يعني لو انا مثلا في حاجة جوايا من حد بقولها. يمكن ممكن اكون يعني ممكن اكون في ناس ما بتحبش كده وتقول لي لا بس انت كده بتأذي اللي قدامك. لا انا مش بأذي، انا لما بواجه اللي قدامي بالحقيقة ده مش أذى. تمام. يعني انا بحب ان انا اقول اللي في قلبي، وبعد كده خلاص بنسى كل حاجة، بنسى كل حاجة. بس الأول كنت بصراحة بنسى كل حاجة، وبرجع عادي زي الأول، وبتكلم وعادي ببقى بتعامل عادي جدا جدا. لكن دلوقتي اتعلمت لأ، اللي يجرح او الناس اللي هي اصل في ناس مستفزة كده في كل بيت تلاقوها كده. ناس معينة تيجي لها تكلميها تحسيها ان هي بصلك من فوق لتحت كده. آه، شايفة نفسها متفهميش على ايه. تحب تستفز الواحد. دي ناس عبقرية في الاستفزاز. ماشي. فانا ليه احارب، ليه ادخل القتال ده معاهم؟ انا يعني قررت اخر قرار ان لا ما ادخلش الحرب دي. انا سلام. انا بسلم الراية البيضاء وبقول لهم انت في حالك وانا في حالي كده على طول. فانا شايفة ان ده الحل للناس المستفزة، للناس اللي بتحطك دايما في موضع اتهام، وان انت عايزة تدافعي دايما عن نفسك.
وتفضل تقولك انت عملتي ليه كده، وانت عملتي ليه كده، وانت بتعملي كذا ليه. ولا وهي ما تعاتبهاش، بس هي تعاتبك. يعني هي تعمل اللي هي عاوزاه تمام. بس انت ما تعمليش حاجة، لا انت ليه عملتي كذا، انت لما كنت كذا عملتي كذا. طيب انت تيجي تعاتبيها، لا انا مش فاضية، انا مش ماشية بنظام. والله والله ده عندي انا، يعني مش ماشية بنظام، وانت عندك المفروض احترمك وامشي على نظامك انت. ف فالناس دي يا جماعة يعني قللوا منها، قللوا من الاختلاط. لو كان لازم انكم تختلطوا معاها ما تحاولوش تحتكوا بيهم. سلام بس، سلام سلموا بس. لو انتي مش هتقدري مثلا ان انتي خلاص تحاولي ان انتي تفهميها ان انا وانتي ما ينفعش نتقابل تاني او نقعد تاني مع بعض. مش بتبقى خناق، مش بتبقى خصام، بتبقى لا اللي هو كل واحد في حاله بس مش اكتر. ودي على فكرة احسن حاجة دلوقتي، بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. ناس كتير قوي عملت كده، ناس كتير قوي بعدت عن الناس التانية. ليه؟ لان للاسف اكتشفوا حقيقتهم. ناس كتير بتظهر في حقيقتها في المواقف وغير المواقف، بتلاقيهم بيبانوا على حقيقتهم في مواقف كتير جدا. وبيبان مصلحتهم ان هم عايزين مصلحتهم وبس، فاهمين؟ فناس كتير بتبعد وبتختار البعد، وانا عن نفسي بشوف ان البعد مش خصام، هو بعد. وقلة اختلاط بيهم ده احسن حل ليهم، ده احسن حل. طيب لو مضطرة ان انا اختلط، ما تسكتيش عن حقك، عشان اللي قدامك هيفضل يستفزك، وكل ما هتسكتي هيستفزك اكتر. فلازم توقفيه مكانه، ده لو مضطر انك تعيشي مع الشخصية دي. بس انا كنت حابة ان انا اقولكوا الموضوع ده، وحابة برضو ان انا اوصل لصاحبتي لان هي بتسمعني وكده. ان يعني حاولي تختصري، حاولي تختصري، لاني الاختصار عبادة زي ما بيقولوا، فعلا فعلا يعني. وبس هنا بقى كنت خلصت انا طبعا وفرشت السراير، وانا بقى كل ده بتكلم. بصوا انا محموقه ازاي. محموقه قوي من كتر ما انا متضايقه على صاحبتي بصراحه. بس والله لا، انا مش متضايقه عليها، لان الامور دي طبيعيه انها تحصل. احنا كلنا عندنا مشاكل، كلنا بنمر يعني بمواقف زي كده. اللي بيضايقني من صاحبتي ان هي مستسلمه، يعني تستسلم. ما بتحبش المشاكل مثلا، ما بترضاش تعمل مشكله. طب ما انت ما بترضيش تعملي مشكله، ده بيأثر عليكي وبعدين بيتحول لمرض. يعني الحاجات اللي انت بتسكتي عليها وتخليها في قلبك دي بتطلع على هيئه مرض بعد كده. يعني انا اختي رجليها كانت في الجامع، وقعت على رجليها اتكسرت. اوكي تمام. خدت شهر ما تتحركش من رجليها او 3 اسابيع. بعد ما خلاص قربت تخف، قامت دايسة على حاجة، الرجل معاها اتفتحت خالص. بصوا. بتقولي برجل، عارفة البرجل اتفتح خالص. وبعد كده الرجل اللي هي كانت وجعتها اكتر، والرجل اللي كانت سليمة وجعتها. انتوا متخيلين؟ فبقول لها بصي، انت يعني انت ايه، انت في حاجة مضايقاكي؟ طيب انت بتقولي لا معرفش يعني، بس هي اكيد طبعا ظروف الحياة والدنيا وكده. ف الواحد اللي بيحط في نفسه وبيحط في قلبه وبيفضل دايما بيقول خلاص انا هسكت، انا مش مهم، انا اجي على نفسي. للاسف هو بيجي على نفسه فعلا، وبيكون هو الجاني عليها. فلما تمرضي بعد كده او يحصل لك حاجه، ما تقوليش ليه ليه ليه. يعني مش بيبقى مرض عادي، مش بيبقى مثلا تعب عادي، لا بيبقى اللي هو الجسم بيتكلم من كتر ما هو شايل آلام وشايل هموم وشايل قلة تقدير من الناس وساكت عن حقه يعني. المهم هنا كنت خلصت، وهنا بوريكم بقى المطبخ ان انا كنت اصلا مخلصاه يعني. ف بس خلي بالكم ده الصبح، يعني احنا يعني انا خلصت بالليل وصورته لكم لما صحيت الصبح، يعني فاهمين؟ يلا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.